في سنة من السنين كنت في عمرة، وأثناء الطواف لقيت واحدة بتدعي دعاء لفت نظري، وعمالة تدعي بحرقة قوي وبتقول: يا رب ما توجع قلبي على ابني. لفت نظري الدعاء، وأنا عمري ما دعيت الدعوة دي، بس لقيت من كتر حرقتها لقيت نفسي عمالة ماشية وراها في الطواف وبقول نفس الدعاء تقريبا: يا رب ما توجع قلبي على ولادي ولا توجع قلبي على ابني. بعد ما روحت، ابني عمل حادثة كبيرة جدا ونجا منها بأعجوبة. كانت حادثة كبيرة يعني، وربنا نجاه. حتى كل اللي شاف الحادثة قال يعني ازاي ده حصل، بس ربنا سبحانه وتعالى بقدرته نجاه من الحادثة دي. بعد شوية لقيت واحدة جاية بتسألني، بتقولي: أنا عايز أسألك سؤال. السؤال هو: قوليلي، أنا كل ما أقرب من ربنا واروح عمرة ارجع يحصل لي ابتلاء كبير، واقول يا رب ده انا كنت لسه عندك وكنت لسه بعمل طاعة وبعمل خير، ليه يحصل فيا كده؟ لقيت نفسي بشكل لا إرادي برد عليها، بقول لها الموقف اللي حصل معايا: ده أنا كنت في عمرة ورجعت وابني اتعرض لحادثة كبيرة جدا وربنا نجاه. وبعدين فكرت، قلت كان ممكن الحادثة دي لا قدر الله أفقد فيها ابني، لكن ربنا سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وفضله، ببركة الدعوة اللي ألهمني بيها، ده اللي خفف القدر شوية. يمكن كان في قدر تاني مكتوب، والدعوة دي هي اللي رفعته. أنا ليه بصل الأمر بشكل مختلف؟ أنا ليه بصل الموضوع إن ما كانش هيحصل وحصل؟ لا، ده كان ممكن يكون مكتوب إنه يحصل أكبر من كده بكتير، وربنا خففه ببركة الدعاء. فسكتت كده وقالت لي: والله ممكن تصدقي؟ قلت لها: أيوة، كان ممكن يكون في ابتلاء أكبر من كده بكتير، وبركة العمرة أو الطاعة أو العمل الصالح بشكل عام ربنا سبحانه وتعالى خففه جدا. وسيدنا النبي علمنا: لا يرد القدر إلا الدعاء. فأحيانا تلهم بدعوة تكون أصلا مش في دماغك ولا بتدعي بيها، لكن ربنا رايد سبحانه وتعالى إن الدعوة دي ترفع عنك قدر كبير جدا أو ابتلاء كبير. والأصل في العبادة إنها بتخفف الابتلاء، ما تزودوش. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه؟ لابتليناهم، لا، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. واللي يعرف فلسفة الابتلاءات يعرف إن الموضوع مختلف تماما. ربنا يتقبل وربنا يرفع الابتلاء عن كل مبتلى يا رب.